الحاجات اللي بتعجبني هنا في اسبانيا او في اوروبا عموما، اوروبا كلها البحر مفتوح لكل الناس. ما فيش حاجه اسمها رسم دخول او ان انت لازم تجيب كراسي او شماسي، ما فيش الكلام ده خالص. هو في شواطئ بتبقى منزله، ممكن انت تأجر كراسي ده لو انت عايز، لو انت مش عايز او انت مش عايزه ومعاكوا اطفال كتير ممكن تنزل بشمسيتك والملايه بتاعتك والاكل بتاعك والثلاجات. هتلاقي حلال محشي برضو هنا تحت. فدي من الحاجات اللي بتعجبني في اوروبا عموما. وهي مره واحده بس كانت في اليونان مش بتدفع تيكت او رسم دخول وانت داخل، لا انت بتاخد الكراسي والشمسيه بس تنزل طلبات، يعني تتغدى مثلا هناك، تطلب حاجه تشربها. وعشان كده انا ما روحتش اليونان تاني. هي كانت جزيره في اليونان، لان انا مش كل يوم هاكل نفس الاكل، انا مش مجبره اكل نفس الاكل ونفس الغداء او نفس المشاريب. انا ما بحبش اتقيد. فبالنسبه لي اسبانيا هنا احسن، براحتي اخد شمسيتي وملايتي وانزل. مفيش حاجه اسمها تيكت ورسم دخول، دي مش موجوده خالص هنا. بصوا الجو جميل ازاي. انا هطلع اكل سردين، ما هموت، عايزه سردين وليمون وبصل وابقى انزل على البحر بقى.